واحدة من أغلس المشاكل اللي هتقابلك أول لما تيجي تتعلمي وتطلعي على الطريق وتتعاملي مع العربيات. أول ما تطلعي على الطريق وخصوصا لو في عربيات كتير وراكي هتسمعي الصوت ده. اسمعي كده معايا، ده بالظبط اللي هتسمعيه. طبعا الصوت ده لو سمعتيه لو انت مش متوترة هيوترك، ولو انت طالعة على الطريق متوترة اصلا هيوترك زيادة. احسن حاجة ان انت تعمليها اول لما تطلعي على الطريق زي ما قلنا قبل كده في فيديو، ثبات انفعالي وهدوء اعصاب. انا عارفة ان الكلام مفيش اسهل منه والتنفيذ بيبقى صعب شوية، ولكن اهم حاجة ان انت مادام قررتي هتتعلمي السواقة يبقى لازم تكوني هادية كده وماسكة الطارة بتاعتك وواثقة من نفسك وماشية في حارتك. طيب لما باجي اطلع اتعامل مع العربيات واسمع صوت كلاكسات كتير ورايا علشان انا ماشيه بطيء او علشان انا ممكن اكون موقفه الطريق، هقولك ازاي تتعاملي في المواقف اللي زي دي. اول حاجه لازم تكوني عارفه كويس قوي ان انتي ما ينفعش تدوسي بنزين غير في حالات معينه، يعني مش لمجرد ان حد بيجي يكلكس من ورا وبيستعجلك ويوترك عشان انتي مثلا لسه مبتدئه او حد جديد وماشي على مهله، فده يخليكي ان انتي تدوسي بنزين وتجري على دواسه البنزين انك عايزه تلحقي تجري عشان توسعي له الطريق. طبعا ده غلط تماما، وده لاحظته مع بنات كتير قوي طلعت معاهم. اول لما نبدا نطلع على الطريق ولو في عربيه جت كلكست لنا من ورا واستعجلتها تروح دايسه على البنزين على طول، وطبعا ده غلط تماما. ليه؟ لان في مرات كان في مره قدامنا مطب، ومره تانية كنا في زحمه وناس بتعدي وهي بتدوس بنزين. طبعا ده غلط جدا. انت ممكن جدا يبقى قدامك مطب، قدامك مفارق، قدامك عربيات راكنه، قدام ناس بتعدي، داخله على حته زحمه، فانت بتدوسي له بنزين عشان هو يعدي وانت تخلصي منه ومن توتره اللي هو عمله لك بالكلاكس اللي عمله، وبقى انت كده هتروحي في داهيه. يعني انت ممكن لا قدر الله تخبطي في حاجه قدامك، وطبعا يعني هتبقى مشكله. فايه ايه المهم في الحاله دي؟ انت اهم حاجه عندك النص الاول من عربيتك، يعني الجزء الامامي اللي من العربيه بتاعتي انا شايفه قدامي ايه، مش مهم اللي ورا. انا ممكن جدا يكون قدامي ناس بتعدي، ممكن جدا يبقى قدامي زحمه، ممكن جدا يبقى قدامي اي حاجه مخلياني ماشيه بطيء، فاللي ورايا هو مش شايف انا قدامي ايه، فما ينفعش ان انا ادوس بنزين لمجرد ان هو مستعجلني. لكن اهم حاجه ان انت لو مثلا الطريق كبير وفي كذا حاره هاخد جنب او امشي على يمين الطريق عشان لو انا ماشيه بطيء عشان ما اعطلش الطريق ورايا، دي حاجه. طيب لو الشارع مثلا حاره واحده بس او ضيقه فبمشي على طول في طريقي، جه حد ورايا لو الطريق قدامي فاضي ما فيهوش حد خالص والدنيا تمام عادي ادوس بنزين مفيش مشكله. طيب لو في حاجات قدامي لا ما ادوس بنزين وامسك اعصابي وهو يستنى مفيش اي مشكله. لا قدر الله لو حصل اي حاجه وانت خبطتي حد، اللي وراكي ملوش دعوه، هو عمال يستعجلك، هو مش شايف اساسا انت قدامك ايه. علشان تتعاملي مع الطريق لازم كويس قوي ومهم جدا يكون عندك ثبات انفعالي، ما تمسكي اعصابك وما تخافيش وما تتوتريش وان اي حد يجي جنبك يكلكسلك كده ولا كده هو هيتعامل. انت خدي جنب على الطريق وهو هيتعامل وهيمشي في الحاره اللي بعديكي او هيتخطاكي ويعديكي. ممكن جدا تكتبي يافطه او ورقه ورا ان مثلا السائق تحت التدريب، في ناس بتحب تكتبها وناس لا، براحتك، بحيث ان اللي وراكي يبقى عارف ان انت ليه ماشيه بطيء، انك لسه حد مبتدئ ولسه بيتعلم جديد. التعامل مع الطرق ومع العربيات من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تتعلميها ولازم تمارسي كتير قوي قوي فيها علشان تتعودي. في الاول هتبقي خايفة من العربيات اللي حواليكي، خايفة ان هم بيدوكي كلاكس، ممكن ده جدا يوترك، بس انا مش عايزاكي تيأسي، كملي واستمري وسوقي وسوقي كتير جدا. والزحمة من اهم الحاجات اللي بتعلم السواقة. ان شاء الله لو انت نفسك تتعلمي السواقة كملي وخدي القرار وانزلي ومفيش اي حاجة هتوقفك. مادام قررت انك تنزلي يبقى لازم تجمدي قلبك ويكون عندك ثبات انفعالي وبرود تام للتعامل مع كل الناس. اي حد هيوترك لا، اهم حاجه الجزء اللي قدام من العربيه وطريقك اللي انت ماشيه فيه، وما تدوسيش بنزين غير في حالات محدده لو الطريق بس قدامك فاضي. غير كده تكوني ماشيه بسرعه هاديه، لان طول ما انت ماشيه بسرعه هاديه ده احسن لك بكتير وان ده افضل للعربيه. عشان لا قدر الله في حاله ان انت ماشيه على سرعه او زودتي سرعه العربيه وظهرت حاجه فجاه، ده لا قدر الله ممكن يعمل مشكله او تعملي حادثه. انت بتمشي على سرعه هاديه وفي جنب الطريق عشان ما تعطليش الطريق. ومع الممارسه والاستمراريه مع الوقت هتلاقي نفسك سرعتك بتزيد وبتخشي وسط العربيات عادي وتتعاملي معاهم عادي. من اهم الحاجات اللي دايما بقولها في اي فيديو الممارسه المستمره للسواقه، دي افضل حاجه ليكي ان انت هتتعلمي السواقه صح، وافضل حاجه برضو انك تطلعي وسط الطريق والعربيات، وربنا يستر طريقك ان شاء الله.